أوقات كتير باسأل نفسي سؤال محير جدًا، ألا وهو ليه في ناس بتحقق أهدافها وناس لأ؟ مع العلم إن ممكن يكون الشخص اللي بيحقق أهدافه ده مش بيصلي، وممكن يكون مش مسلم أصلًا، وكمان ممكن يكون مش مؤمن بوجود ربنا، فهنا الموضوع أساسه مش القرب من ربنا. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي الناس دي بقى بتحقق كل أهدافها وعايشين منعمين في الحياة؟ ده اللي هاوضحه لك النهارده، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيًا كده نجاحك في أي شيء مهما كان مالوش علاقة نهائي بقربك أو بُعدك عن طريق ربك سبحانه وتعالى، وأكبر دليل على كده هو إن في ناس على غير الإسلام وناس غيرهم مش مؤمنين أصلًا بوجود إله، ومع ذلك ناجحين جدًا وعايشين حياة أغلب الشباب بيتمنوها. طيب هل معنى كده إن حضرتك تهمل عباداتك بقى وتبعد عن طريق ربك؟ أكيد 100% لأ. أُمّال تعمل إيه؟ أنا أقول لك، أولًا هتلتزم بكتاب ربك سبحانه وتعالى اللي لو دَوّرت فيه بالكامل مش هتلاقي فيه حاجة اسمها النجاح أصلًا، بس هتلاقي مصطلح اسمه الفلاح، والفلاح أقوى وأفضل بكتير جدًا من النجاح، لأن الفلاح هو السبيل الوحيد اللي هيجمع بين وصولك لأهدافك في الدنيا وفوزك بالجنة في الآخرة. أما بالنسبة للنجاح فأحيانًا بيكون كويس وأحيانًا بيكون العكس تمامًا. وبالمناسبة أنا هاسيب لك لينك حلقة الفرق بين النجاح والفلاح في أول كومنت، علشان لو حبيت تشوفها يعني وتعرف الفرق. ودلوقتي بقى هاوضح لك إزاي الناجحين اللي هم أمثال بيل جيتس ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك وغيرهم كتير جدًا من قصص النجاح اللي إحنا كلنا سمعنا عنها، إزاي بيقدروا يحققوا أهدافهم. أولًا لازم تعرف إن ما فيش نجاح بييجي بالصدفة، وعلشان تنجح في أي خطوة في حياتك لازم يكون متوفر فيك 4 مميزات، ودول نقدر نسميهم مربع النجاح. ولو حضرتك قدرت توفر ال4 أضلاع بتوع المربع ده هتقدر توصل لكل أهدافك وتحقق كل أحلامك بسهولة شوية. وأول ضلع منهم ألا وهو البليف أو الإيمان. والإيمان هنا مش معناه الإيمان بالله سبحانه وتعالى فقط، لا، هنا الإيمان معناه إنك تكون مؤمن بقدراتك وفكرتك وتكون مؤمن فعليا إنك تقدر توصل وتحقق هدفك. وتاني ضلع يا صديقي هو الإحسان أو الإتقان، بمعنى إنك تكون شاطر ومتقن للشيء اللي أنت نفسك تنجح فيه مهما كان. يعني على سبيل المثال لو أنت نفسك تكون لاعب كورة فلازم تتمرن كتير جدًا وتحافظ على جسمك، ولو نفسك تترقى أو تتميز في شغلك فلازم تعمله على أكمل وجه. المهم إنك تجيب آخرك وتكون كل يوم أشطر من نفسك امبارح في المجال اللي أنت نفسك تنجح فيه مهما كان. أما بقى ضلع مربع النجاح التالت هو السعي، بمعنى إنك تسعى وتاخد بالأسباب وتشتغل أي شغل. طيب هل اللي بتسعى فيه ده هيوصّلك لهدفك؟ دي حاجة أنت ما لكش دعوة بيها، المهم إنك تدوس وتسعى وتجيب آخرك وما تشغلش بالك نهائي بالنتايج. أما بقى الضلع الرابع والأخير هو الصبر، لازم ومهم جدًا إنك تصبر وتثابر وتكون متوقع دايمًا إن طريقك مش هيكون مفروش ورد، بالعكس تمامًا، أنت ممكن وأكيد هتحبط وهتقابلك عقبات وتحديات، فلازم ومهم جدًا إنك تصبر عليها. والعقبات دي ممكن حضرتك تلخصها في كلام صحابك أو كلام أمك وأبوك ليك أو تأخر نتايج أو أي شيء مشابه. فلو رميت كل ده وراك وكملت على نفس النهج وصبرت هتوصل. أما بقى لو كان نفسك قصير واستسلمت هتبقى أنت اللي اخترت تخسر. وأحب أقول لك وأأكد لك كمان إن أي حد ناجح في أي شيء مهما كان ما قدرش إن هو ينجح في الشيء ده أو في المجال ده إلا لما قدر يوفر أضلاع المربع اللي قلت لحضرتك عليه، مهما كانت بقى جنسيته أو ملته أو حجم ونوع أهدافه. ولو دورت في قصص النجاح المشهورة هتكتشف إن أصحاب القصص ديت في بداية حياتهم مروا بمواقف معاناة كتير جدا، وفي نهاية المطاف نجح وقدر يوصل لأهدافه لأنه أولا آمن وصدق نفسه إنه يقدر ينجح في مجاله. تاني حاجة اشتغل على نفسه وطور من مهاراته لغاية ما بقى شاطر جدا في مجاله. تالت حاجة اجتهد وسعى وأخد بالأسباب واشتغل شغلانات كتير جدا وما تكبرش. رابع حاجة بقى صبر وفضل مكمل مهما قابل من عقبات ومشاكل وكلام سلبي، وكانت النتيجة إن حضرتك بتقرأ قصته دلوقتي وانت كلك انبهار باللي هو وصل له وقدر يحققه. وآخر حاجة بقى حضرتك كمسلم عاوز تفلح في الدنيا وتحقق أهدافك ولكن في نفس الوقت برضه نفسك تفوز بالآخرة، صح؟ صح. يبقى نستدل على المربع اللي احنا ذكرناه بكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو القرآن الكريم. وأول حاجة في المربع هي الإيمان،
فهتلاقي ربك سبحانه وتعالى قال لك في كتابه العزيز: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فآمن بربك، ومن إيمانك بربك هتستمد إيمانك بالموهبة اللي ربك سبحانه وتعالى وهبها لك، فربك هيكون سبب نصرك ووصولك لهدفك. وتاني حاجة هي الإتقان أو الإحسان زي ما قلنا. فهتلاقي ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فخليك دايما ملتزم في شغلك واعمله على أكمل وجه من باب التزامك بكلام ربك سبحانه وتعالى، وربك هيوفقك فيه إن شاء الله. وتالت حاجة هي السعي. فهتلاقي ربك سبحانه وتعالى قال لك في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فارمي حمولك على ربك سبحانه وتعالى واسعى وجيب آخرك، وما تشغلش بالك بالنتائج نهائي، وثق تمام الثقة إن ربك سبحانه وتعالى هو اللي شايف تعبك ومجهودك وسعيك، وهو اللي هيقدره وهيجازيك عليه خير الجزاء. بس أهم حاجة إنك تركز في إنك بتسعى في اللي يرضي ربك سبحانه وتعالى، مش العكس. رابع حاجة بقى هي الصبر. فهتلاقي ربك سبحانه وتعالى برضو قال لك في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلك أن تتخيل بقى لو ربك سبحانه وتعالى معاك، هل هتحتاج حاجة من البشر؟ أكيد 100% لأ. فاصبر علشان ربك يكون معاك. وفي النهاية بقى أحب أفكرك بمقولة الإمام علي رضي الله عنه حين قال: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا اختل ولا ضل ولا مل. فاعتمد على ربك وطبق أوامره وهو هيكفيك. ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.